في إحدى الليالي الباردة من شتاء عام 2010 قرر شاب يدعى مروان أن يقضي ليلته في فندق صغير وسط مدينة القاهرة. كان مروان يعمل كصحفي، وكانت مهمته تغطية قضية مثيرة عن فندق يقال إنه مسكون. الفندق كان معروفا باسم فندق الأمل، لكنه كان يحمل سمعة غريبة بسبب الغرفة رقم 13 التي تجنبها الجميع. وصل مروان إلى الفندق بعد منتصف الليل، وكان الاستقبال شبه مهجور. رحب به رجل مسن يعمل كموظف استقبال، لكنه بدا عليه التوتر عندما طلب مروان البقاء في الغرفة رقم 13. حاول الموظف إقناعه بتغيير الغرفة، لكن مروان أصر. بالنسبة له كانت الغرفة جزءا من قصته الصحفية، وأي شيء غريب يحدث فيها سيكون مادة دسمة للنشر. صعد مروان إلى الطابق الثالث، حيث كانت الغرفة تقع في نهاية ممر طويل وضيق. عندما فتح باب الغرفة وجدها عادية تماما، سرير، مكتب، خزانة وحمام صغير، لكنه لاحظ شيئا غريبا. الجو داخل الغرفة كان باردا بشكل غير طبيعي رغم أن التدفئة تعمل. بعد أن استقر مروان في الغرفة قرر أن يستكشفها جيدا. بدأ يتفحص الجدران والأثاث، لكنه لم يجد شيئا غير مألوف. قرر أن ينام قليلا، لكنه بالكاد أطفأ الأنوار حتى بدأ يسمع أصواتا خافتة كأنها خطوات تمشي داخل الغرفة. فتح عينيه بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد. اعتقد في البداية أن الأمر مجرد أوهام بسبب التعب، فحاول تجاهل الصوت، لكن الأصوات استمرت وأصبحت أقرب وأوضح. بدا وكأنها خطوات ثقيلة تتحرك من زاوية إلى أخرى. نهض مروان من السرير وأشعل المصباح، لكنه لم يجد شيئا. بينما كان يقف وسط الغرفة لاحظ شيئا غريبا على المرآة المعلقة فوق المكتب. كانت هناك آثار يد صغيرة مطبوعة على الزجاج، رغم أنه متأكد أن المرآة كانت نظيفة عندما دخل الغرفة. عندما اقترب ليتفحصها شعر بيد باردة تلمس كتفه. التفت بسرعة، لكنه لم يرى أحدا. بدأ يشعر بالخوف الحقيقي. جمع أغراضه وقرر أن يغادر الغرفة، لكن عندما حاول فتح الباب وجد أنه مغلق بإحكام، وكأن قفل الباب تعطل فجأة. حاول الاتصال بموظف الاستقبال، لكن هاتفه لم يعمل. بدأ يسمع صوتا جديدا، هذه المرة كأنه بكاء طفل صغير يأتي من داخل الحمام. جمع شجاعته وفتح باب الحمام. كان فارغا تماما، لكنه لاحظ أن المياه تنزل من الصنبور رغم أنه كان مغلقا بإحكام. عندما حاول إغلاقه رأى في المرآة انعكاس شخص يقف خلفه. التفت بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد. في هذه اللحظة انطفأت الأنوار فجأة، وعم الظلام الغرفة بالكامل. لم يكن يسمع سوى أنفاسه المتسارعة وصوت خطوات تقترب ببطء. بدأ يشعر أن هناك من يراقبه. فجأة سمع صوت همس بجواره يقول: كان يجب ألا تأتي. عندما عادت الأنوار وجد الغرفة فارغة، لكن المرآة كانت مغطاة برسائل مكتوبة بخط يد غريب تقول: أخرج قبل أن يفوت الأوان. فتح الباب هذه المرة بسهولة، وركض إلى مكتب الاستقبال ليجد موظف الاستقبال في حالة ذهول. أخبره الموظف أن الغرفة كانت مغلقة لسنوات بسبب حادث مأساوي وقع فيها، حيث ماتت امرأة وطفلها في ظروف غامضة. ما رأيكم في هذه القصة؟ هل يمكن أن تكون مجرد خيال، أم أن هناك سرا حقيقيا وراء الغرفة رقم 13؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من هذه القصص المرعبة والغريبة.